السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن التحديثات الجديده اللي في الديسكتوب ابلكيشن بتاعي اللي هو الورك سبيس. لو تتذكر ان انت كموظف المفروض اول ما بتيجي السنتر بتسجل حضورك، بتدوس على الموظفين وتدوس على تسجيل الحضور. لو في عميل جاي لك عايز يشترك في باقه اسبوعيه، فانت كنت بتخش على زرار للعميل وبتحجز باقه اسبوعيه. طيب افرض لو العميل عايز يشترك في باقه يوميه، يعني يقعد 3 ساعات وانت تحاسبه على 3 ساعات مثلا. احنا وفرنا زرار اسمه الغرفه اليوميه. الزرار ده انا هستخدمه للعميل اللي عايز يجي يومي. لو العميل عايز يحجز باقة هنعمل زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. هنحط اسم العميل وليكن اسمه محمد كريم. عندك برضو اضافة التليفون، تحط رقم الهاتف. لو سبته فاضي نفس الحوار، مش هيحصل اي حاجة، مش هيسجل هاتف التليفون اصلا، لان لازم عشان تسجل هاتف التليفون، تعالى نقوله تاني، مثلا لازما يكون مكون من 11 رقم وما ينفعش يبقى فيه حروف. تمام، الكلام ده اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. طيب واتكلمنا طبعا لو العميل عايز يمشي دلوقتي، فهو جه مثلا دقيقة، فبعمل له حذف العميل، مش هحسب له وقت ولا هاخد منه فلوس. انما لو العميل قاعد مثلا من ربع ساعة ل3 ساعات، فانت بتبدأ بقى بتشوف انت بتدفع كام. يعني لو العميل قعد مثلا 3 ساعات فانت بتحسبها مثلا 35 جنيه. لو العميل قعد 6 ساعات او من 3 ساعات ل6 ساعات فانت تاخد منه 40 جنيه. تمام. طب لو العميل ده عايز يمشي، فانت بتحدد عليه وبتدوس على انتهاء الجلسه، هيظهر لك هو قاعد مثلا 3 ساعات و5 دقايق، فانت بتشوف على حسب نظامك. لو العميل قاعد مثلا من ساعه ل3 ساعات انت بتدفعه 35 جنيه، لو العميل قاعد من 3 ساعات ل5 ساعات بتدفعه كذا، فعلى حسب انت ونظامك. هنشوف برضو ده، بس نستنى 10 دقايق ولا حاجه يكون العميل قعدهم عشان يستاهل يدفع فيهم يعني. بالنسبه لي واتكلمنا في الفيديو اللي فات، لو انت موظف وجاي تمشي هتعمل انتهاء شيفت، وبعد كده هتاخد ملف البيانات تاخده كوبي تحطه في الدي، عشان لو الويندوز وقع ملف البيانات ده ما يضيعش. طبقنا فكرة جديدة، ان لما يحصل اي تغير في الداتا يبدأ ياخد نسخة لوحده تلقائيا في الدي. يعني مثلا لو انت ضفت عميل هيعمل نسخة في الدي من الداتا، فاهم؟ فلو الويندوز وقع اقدر اديك بعد كده ديسكتوب ابلكيشن تشغل عليه البيانات الموجوده عندك في الدي. لان احنا قلنا المشكله دي الفيديو اللي فات ووضحناها، ان انت لو ما كنتش عملت كوبي الفيديو اللي فات، كان لو الويندوز وقع البيانات هتروح. انا ممكن ارجع لك الديسكتوب ابلكيشن تاني، بس مش هقدر ارجع لك البيانات لان دي بياناتك انت. فحلينا المشكله دي وبقينا عاملين نسخه في الدي عشان لو الويندوز وقع يبقى معاك نسخه من البيانات، واحدث نسخه كمان تقدر تشتغل عليها. كمان ضفنا زرار الكنتيل والدفع. الدفع مثلا لو انا مثلا النهارده دفعت كهرباء، دفعت مثلا 200 جنيه، ادي دفع اهو كده. انا دفعت النهارده 14/10 كهرباء 200 جنيه. لو جيت انا للحسابات، المفروض ان انا ما عملتش اي حاجه في الديسكتوب ابلكيشن، فهلاقي مثلا النهارده في كهرباء انا دفعتها ب 200، فهتلاقي ان المبلغ سالب 200، عشان لو في عمليات بعد كده هتتضاف. يعني مثلا لو في عميل جه اشترك في باقة، المفروض كانت بتظهر لك هنا، فيبدأ يجمع عليه المبلغ. لو العميل اشترك في باقة مثلا ب35، يبقى انت عندك سالب 165. طيب وبالتالي لو انت دفعت اي حاجة هتيجي على زرار الدفع وتكتب الحاجة اللي انت دفعتها. يعني مثلا النهارده دفعنا نت، دفعنا في النت كام؟ وليكن 50 جنيه دفع. هنبص برضو للحسابات، هتلاقي برضو ايه النهارده في نت وكهرباء اتدفعوا. طبعا انت بتحدد المده، انا عايز اعرف دخل الشهر، عايز اعرف دخل الاسبوع. تمام. لو جينا للغرفه اليوميه مثلا، والراجل ده عايز ياخد بعضه ويمشي، ونتخيل الراجل ده قعد 3 ساعات. الراجل ده جاي من الساعه كام اصلا؟ جاي من الساعه 11 و57 دقيقه. الساعه دلوقتي بقت 12 و4 دقايق. لو عملت انتهاء جلسه هيقول لك ان هو قعد 6 دقايق بحاله. نتخيل ان هو قاعد 3 ساعات عشان ندخله مبلغ. تمام. هحاسبه على ال3 ساعات ب35 مثلا وهدوس دفع. لو انا جيت دوست على الحسابات وعايز اعرف حسابات النهارده، هتلاقي ان في سالب 200 وسالب 200. السالب ده يا جماعه يعني السنتر دفعه، السنتر دفع كهرباء.
السنتر دفع نت، فالمفروض يبقى سالب 250 زائد 35 فبقى سالب 215. كده السنتر دافع 215 جنيه ما دام الرقم بالسالب، لان انت دافع نت وكهرباء. تمام. كمان ضفنا الكانتيل. الكانتيل يا جماعه هو المطبخ بتاعك، فوليكن انا هعمل مثلا شاي ب 20 اضافه مشروب، وهعمل مثلا قهوه هتبقى سعرها 40 اضافه مشروب، وهعمل مثلا نس كافيه هيبقى سعره 60. ده المطبخ، انا بحط اسعار المطبخ. طيب بعد كده لو حد عايز يطلب، في عندك زرار هنا اسمه شراء مشروع هتدوس عليه. والله لو في حد طلب شاي هتدوس على شاي وتدوس على اضافه. لو في حد طلب نسكافيه وتدوس على اضافه. لو في حد طلب قهوه وتدوس على اضافه. طب نتخيل طلب قهوه ده جه قال لك لا انا عايز الغي الاوردر بتاعي مثلا، فانت هتدوس على حذف هتلغيه. تمام. الكلام ده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، المفروض انت فاهم ايه زراير الحذف واضافه دي. طيب هتلاقي عندك ان احنا كده في طلبين اتعملوا، طلب شاي ب 20 جنيه وطلب نسكافيه ب 60، وفي واحد تالت طلب شاي، يبقى كده في 2 طلبوا شاي كل واحد ب 20 وفي نسكافيه طلب ب 60. فلما نيجي على الحسابات ونشوف حسابات النهارده هتلاقي النهارده في، بص يا جدعان، الكود المكون من 3 ارقام وحرفين ده كود واحد يومي، يعني محمد كريم ده جه قعد يومي. انما كود الناس اللي بتحجز بالباقه هتلاقيه 1 و2، وهنشوف برضو مثال دلوقتي. عندك في شاي الطلب، نبص للحسابات هتلاقي في حد خد شاي وفي واحد تاني خد شاي وفي واحد خد نسكافيه، وتوتال الدخل سالب 115، يعني برضو السنتر دافع 115 زياده. تمام. عندك زرار داونلود بي دي اف اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، هتطبع الحاجات دي في بي دي اف. المهم، طيب في بعض التوضيحات اللي عايز برضو افهمها لكم. لو جيت دلوقتي لزرار العميل وجيت اشتراك للعميل هتلاقي زرار الباقه مش موجود. تمام. يعني مش هتقدر تعمل للعميل ده باقه. ده معناه ايه؟ معناه ان انت ما عملتش باقات اصلا في الاعدادات. هتيجي للاعدادات مفيش ولا باقه عندك، فلازم تعمل باقه وليكن سعرها 35، خليها سعرها 55 مثلا، عدد الايام 7، عدد الساعات 12 ساعه، اضافه باقه. كده بقى في باقه ممكن العميل يجي يحجزها. فانا دلوقتي كموظف قاعد على السيستم، جالي عميل قال لي انا عايز اشترك مع حضرتك، فانت تبدا تقول له والله انت عايز تحضر يومي ولا باقه؟ قال لك انا عايز اشترك في باقه، فهتخش على زرار العميل وتخش على اشتراك العميل، تبدا تكتب اسمه وليكن اسمه خالد علي، تبدا تختار الموظف اللي قاعد على السيستم دلوقتي، تبدا تختار له الباقه اللي هو اختارها، هيظهر له الوقت لوحده، هتدوس على حفظ كده. العميل كوده 1، هتقول له انت الكود بتاع حضرتك 1. الكلام ده اتكلمنا عليه المره اللي فاتت برضو. تمام. انت عايز العميل تدخله الغرفه ولا لا؟ عايز ادخله الغرفه، ماشي مفيهاش مشكله. لو جينا على الغرفه، لو العميل حاجز باقه يبقى انا بتعامل مع زرار الغرفه، هتلاقي اهو خالد علي هو الوحيد اللي موجود عندي في الغرفه. انما لو العميل عايز يحجز يومي او موجود عندي يومي يبقى عندك زرار الغرفه اليوميه، يبقى انا لازم افرق العميل عندي يومي ولا العميل حاجز باقه، لان ده هيفرق معايا. لان لو العميل مثلا طالع وبيقول لي انا عايز اعمل ايه، اعمل انتهاء الجلسه بتاعتي، فانت لازم تساله هو انت حاجز باقه ولا انت قاعد يومي. لو قال لك انا حاجز باقه يبقى انت تتعامل مع الغرفه، انما لو قال لك انا حاجز يومي فانت تتعامل مع الغرفه اليوميه. تمام. طبعا لو في عميل جالك برضو قال لك انا عايز اجي يومي، هتخش على الغرفه اليوميه وتبدا تكتب اسمه، وليكن اسمه ايه، سمير علي. في جزئيه برضو عايز اوضحها لك. لو انت دلوقتي عملت انتهاء جلسه وكتبت مثلا المبلغ 80 مثلا وبالغلط دوست على اكس بدل دفع، هل انت عملت دفع؟ لا. وفي نفس الوقت العميل ما بقاش موجود لان انت عملت له انتهاء جلسه. طيب الحل بتاعها انت هتيجي على التقارير، هتلاقي عندك تقارير جديده اسمها تقارير الغرف اليوميه. ده برضو زرار جديد عندك بيوضح لك كل العملاء اللي جولك واشتركوا عندك في باقه يوميه. تمام. المهم لو جينا احنا هنا هنلاقي ان في عميل اللي هو ده ما دفعش، اخر عميل عندك. تمام. هتلاقي ان هو جه
كذا، يعني وقت الحجز اللي جه فيه ووقت الانتهاء، يعني جه وخلص وقعد، يعني جه وسجل كمان انتهاء جلسة، بس مش متسجل عنده ايه فلوس. فانت هتدخل المبلغ وليكن 35 وليكن 80 زي ما احنا قلنا، وتعمل وتحدد عليه تختاره وتدوس على ابديت ماني، هتلاقي ان السعر اتغير بقى 80 جنيه. لو جينا احنا للحسابات وشفنا حسابات النهارده، هنلاقي ان في 2 شاي اتطلبوا، هنلاقي ان في نسكافيه اتطلب، وهتلاقي في واحد اسمه خالد علي. بص بقى، خالد علي الكود بتاعه واحد، يعني ده مشترك في باقة. ولو لقيت اي واحد الكود بتاعه مكون من رقم او من رقمين يعني مفيهوش حروف، يبقى ده مشترك في باقة. انما لو انت عايز تفرق ما بين الناس، يعني محمد كريم ازاي اعرف ان هو مشترك باقة ولا مشترك يومي؟ هتلاقي ان رقم التذكرة بتاعته بالشكل ده كده، ده كده محمد كريم مشترك يومي، سمير علي مشترك يومي. هتلاقي ان الدخل دلوقتي بقى 20 جنيه، لان انت لو جمعت كل دول وطرحتهم من 250 هتلاقي المبلغ اللي باقي كام؟ 20 جنيه. ده مبلغ النهارده. طبعا انت بتحدد انا عايز مثلا ال 14 يوم اللي في الشهر ده، وتدوس على حساب. طبعا احنا ما عملناش اي عمليات قبل كده، فما فيش اي حاجه تظهر له. تمام. يبقى في التحديثات الجديده احنا ضفنا لك زرار بحيث ان انت تشتري مشروب، ضفنا لك زرار المطبخ، ضفنا لك زرار للدفع، وعملنا زرار كامل للحسابات وحسابة الحسابات، عملنا زرار للغرف اليومية، ولازم تفرق ما بين الغرف اليومية والغرف العادية، لازم يعني تعرف انت تتعامل مع ده امتى ومع ده امتى. اتمنى تكون انت استفدت، وشكرا.